النهاردة ان شاء الله مميز جدا جدا. هنعمل مع بعض النهاردة كباب الدجاج بطريقة سهلة بسيطة مميزة وبطعم كده من الاخر، وان شاء الله لما تجربيها مرة هتعتمدي الطريقة. وتعالوا علشان ما اطولش عليكم، لان مهما اوصف في جمالها مش هوفيها حقها. بس يا ريت نتابع الفيديو للاخر وما ننساش اعجاب الفيديو ومشاركة لكل حبايبنا. يلا بينا نشوف الطريقة على طول. هنسمي الله ونحضر الكبة، وهنضيف فيها عندي بصلتين صغيرين نقطعهم كده 4 وعندي كمان قرنين من الفلفل الاحمر. تقدر ان انت تستخدمي قرن شطة معاهم، وتقدر ان انت تستغنى عنه خالص. وعندي 3 فصوص من الثوم، وهنفرمهم كويس جدا مع بعض. لو ما عندكيش الكبة تقدري تستخدمي مفرمة الخلاط، وتقدر ان انت حتى لو ما عندكيش مفرمة الخلاط قطعيهم قطع صغيرة خالص بالسكينة، وبعد كده دقيهم في الهون برضه هيديكي نفس النتيجة. ننزل كده الجوانب اثناء الفرم علشان يتفرموا كويس كلهم مرة واحدة. Looking for a promising كويس كلهم مرة واحدة. تمام، فرمناهم كويس. ننقلهم في طبق، وكده عندنا اول خطوة جاهزة. كمية البصل والفلفل والثوم على حسب كمية صدور الفراخ اللي عندك. هنيجي هنا للخطوة التانية. عندي هنا كيلو من البانيه، طبعا متقطع كده زي شرايح، مغسول كويس جدا جدا وكمان مصفيينه. ونحضر بقى هنا الكبة، وبرضه تقدري تستخدمي مفرمة الخلاط لو متوفرة عندك. وهنعصر عليهم نص ليمونة، بتدي ريحة حلوة قوي للفراخ طبعا قبل كده التحضير. عايزه اقولك تقدري تستخدمي صدور فراخ مع اوراق، تقدري تستخدمي اوراق بس زي ما انت عايزه والمتوفر عندك. كميه الفراخ هنا برضو زي ما انت عايزه. لو هتعملي ربع كيلو او نص كيلو او حتى كيلو، هي نفس الطريقه، بس طبعا المقادير هتقل شويه. يعني البصل والخضار على حسب كميه الفراخ عندك. واثناء فرم الفراخ ما تحاوليش ان انت تبالغي كده في الفرم، تنعميها بزياده، يعني خليها كده فيها قطع صغيره كده بسيط. وده كده هيكون شكلها. على طول ننقلهم كده في طبق كبير علشان نقدر ان احنا نضيف اضافاتنا البسيطة اللي هتودي الطعم في حتة تانية خالص. كنا عملناها قبل كده طبعا وكنا ضايفين فيها دهن، فحبيت ان انا اعملها النهاردة بدون دهن خالص، وهتدينا برضو نفس النتيجة. نحضر بقى الخضار اللي احنا فرمناها كده في اول الطريقة، ونبدأ ان احنا نضيفها على صدور الفراخ خلاص بالمية بتاعتها عادي بدون تصفية خالص للخضار. عندي هنا حوالي 10 عيدان من البقدونس، تقدر ان انت تستغنى عنه وتقدر ان انت تضيفيه، بيدي طعم مميز جدا طبعا لكباب الفراخ. وبديل الدهن للكفتة هنحتاج عندي 3 معالق كبار من النشا، اللي هو نشا الذرة العادي. نبدأ ان احنا نضيفه كده عليها، برضو بيمتص كده السوائل اللي موجودة في قلب الكفتة او الكباب. هضيف حوالي برضو 3 معالق كبار من الفيجيتار، وتقدري لو مش متوفر عندك تقدري ان انت تستخدمي البقسماط. هضيف عليهم كمان معلقة الا ربع صغيرة من البيكنج باودر، مهمة جدا الاضافة دي وهقول لكم ليه بعد كده. نيجي بقى للبهارات. بمعالق التوابل الصغيرة معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، معلقة الا ربع من السبع بهارات، معلقة كده مليانة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة صغيرة من الجنزبيل المطحون، وعندي كمان معلقة صغيرة من البهارات بتاعة اللحمة، وعندي معلقة صغيرة من البابريكا. والاضافة الاخيرة هنضيف الملح المظبوط. عايزة انوه عن حاجة، ان كمية البهارات على حسب كمية اللحمة عندنا والخضار. يعني لو قللنا كده نص كيلو من الفراخ نقدر ان احنا نقلل البهارات في الكمية بتاعتها. نعجن بقى كويس جدا جدا مع بعض، يعني لحد كده ما كل المكونات تندمج مع بعضها. معلومة كده على الماشي، لما تيجي تضيفي كده البهارات وهتعجنيها بايدك، حاولي ان هي تكون اخر حاجة كده على الخضار وكمان على النشا والفيجيتار، علشان تتوزع معاك على كل الكمية. يعني لو ضفتيها كده على اللحم مباشر طبعا ممكن تتكتل في مكان ومكان لا. تمام، نعجن كويس جدا. ولو عندك طبعا برضو صويا صوص تقدر ان انت تضيفي كده معلقة صغيرة، ما عندكيش مفيش اي مشكلة. خلطنا كل الكباب مع بعض كويس جدا، هنغطيه كده بكيس نايلون وهنحطها في التلاجة ساعتين او حتى ساعة، ولو انت مستعجلة ممكن نص ساعة، علشان كل المكونات كده تندمج مع بعضها وتظهر كده ريحتها الطيبة. هي ريحتها في الوقت ده ما شاء الله عليها حلوة جدا بزيادة. هنيجي هنا على السريع نحضر اجمل والذ سلطة الطحينة، تقدر ان انت تعمليها لاي مشويات. في طبق عميق هنضيف فيه حوالي ربع كوباية من الطحينة الخام، والطحينة هنا برضو على حسب برضو احتياجك، تزودي او تقللي، هي الطريقة واحدة بس طبعا مع اختلاف في المقادير. هضيف على الطحينة فصين توم مفرومين ناعم جدا، وهضيف معلقتين كبار من الخل الابيض. وكمية الخل هنا بتكون نسبية، يعني حابة ان انت تزودي شوية يكون طعمها لاذع شوية تقدري ان انت تزوديه شوية.
بس بصراحة الكمية دي كانت كويسة جدا جدا مع الإضافة اللي أنا هضيفها بعد كده. في الوقت ده هنبدأ ان احنا نحضر نص كوباية من المية السخنة ونضيفها كده بالتدريج، ونقلب كويس لحد كده ما الطحينة تبدأ ان هي تلف معانا. وليه بنستخدم مية سخنة؟ علشان الطحينة تدوب معانا وما يكونش فيها اي تكتلات او تكون خشنة معانا، ويكون قوامها ناعم بالشكل ده كده. ويا سلام لو انتي بتعملي سلطة الطحينة كده وانت عندك شوربة واستبدلتي المية بالشوربة، بتودي سلطة الطحينة في حتة تانية خالص. بس بصراحة ما كانتش متوفرة عندي في الوقت ده. اهم حاجة في الوقت ده ان احنا نضيف المية او حتى الشوربة بالتدريج. تقيلة شوية هنضيف لها شوربة او مية خفيفة شوية، وخفت معانا جدا سيبيها شوية هي بتتقل بعد كده. وده كده القوام المظبوط. نبدأ بقى ان احنا نضيف رشة بسيطة من الملح، ورشة بسيطة من الكمون، ورشة بسيطة جدا من الفلفل الاسمر، ورشة بسيطة من البابريكا، ونقلب كل ده مع بعض. وفي الاخر نص عصرة ليمونة، طعمها مظبوط فوق الوصف، حاجة كده ما شاء الله. في الوقت ده تقدر ان انت تدوقيها، لو محتاجة مثلا ذرة من الملح تقدر ان انت تضيفيها. بس بصراحة كانت مظبوطة بالظبط. هنركنها على جنب وتعالوا بينا نشوف بقية خطواتنا ايه في كباب الفراخ. خرجنا كباب الفراخ من التلاجة، وعندي طبق فيه شوية كده من الزيت النباتي العادي، وطبق كده كبير. هنمسح ايدينا بمسح بسيطة من الزيت علشان طبعا الفراخ ما تلزقش في ايدينا لانها بتكون طرية شوية، وبرضو التلاجة بتكون مشمعاها يعني مش طرية او بزيادة. نبدأ بقى نشكلها الشكل اللي احنا حابينه، ان كان بالشكل ده او حتى ان انت تعمليها زي الكفتة كده الصوابع الصغيرة او حتى كبيرة، وتقدر ان انت تعمليها قرص صغيرة، يعني كله يرجعلك في الشكل. اهم حاجة ان السمك بتاع القطعة لا يكون تخين قوي بزيادة ولا يكون رقيق قوي بزيادة، يعني زي ما موضح كده في الفيديو. بس مثلا حجم القطعة ممكن تصغريها عن كده وممكن تكبريها عن كده، بس بصراحة الحجم ده كان كويس جدا. واطمني مش بتكش، لان فايدة البيكنج باودر هنا ان هو بيمنع ان هي تكش تماما، غير انه كمان بيخليها كده مش مكتومة من جوه. فمهم جدا اضافة البيكنج باودر. تمام كده. هيجيله سؤال دلوقتي، ايه فايدة النشا او حتى الفيجيتار؟ النشا مبدئيا كده بيدي طراوة عالية قوي للقطعة، وبيخليها طرية كده بزيادة، يعني مش بتكون ناشفة معاكي ولا حتى مفرولة. مهم جدا بديل الدهن. لو ضفنا دهن يبقى مثلا خلاص بنستغنى عن النشا، وممكن تضيفي برضو معلقة. طيب الفيجيتار علشان يمتص طبعا السوائل اللي موجودة في قلب الخضار، ان كان في البصل او حتى الفلفل، بما اننا ما عصرناهوش. تمام. خلصنا كل الكمية، تعالوا بينا بقى على طول للتسوية بدون اي انتظار في جريل او حتى طاسة، يعني المتوفر عندك. نمسح بقى مسحة كويسة كده بمكعب من الزبدة. الزبدة بتدي طعم حلو قوي قوي للكباب او للكفتة، وبالاخص لما الزبدة كده تقدح معاكي وتتلسع كده بسيط، بتودي كده الكفتة او الكباب في حتة تانية خالص. نبدأ بقى اول كده ما الطاسة تسخن معانا او الجريل يسخن كويس جدا، نبدأ ان احنا نضيف قطع الفراخ بتاعتنا. ما عنديش زبدة تقدر ان انت تستخدمي سمنة، ولو مش حابة تقدر ان انت تستخدمي زيت بس، ويكونوا طبعا حاجة بسيطة ما تكتريش. وتقدري برضو ان انت تضيفي معاه كده حتتين دهن لو متوفر عندك. ونرجع نقول برضو لو في زبدة طبعا ان كان بقري بلدي او حتى جاموسي، بتودي برضو كده التسوية في حتة تانية، بتشمي ما شاء الله اطيب ريحة. نخلي بالنا برضو في اول التسوية النار بتكون عندنا عالية عادي، ممكن في نص التسوية ممكن نقللها شوية. اول ما تحسي كده ان الجانب اللي انت حطيتي عليه قطع الفراخ احمر معاكي، تبدأي ان انت تقلبيها بالشكل ده كده. ما بتاخدش دقايق برضو بتكون جاهزة، وتطمني قطع الفراخ بتستوي معاكي وبتكون زي الفل. شايفين شكلها ما شاء الله، مش هقدر اوصف ريحتها في الوقت ده. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. ان شاء الله هتجربوها في اقرب وقت وهترجعوا تقولولي ان هي اجمل والذ واطيب كباب فراخ جربتوه. والكيلو البانيه عمل لي كمية كبيرة جدا جدا ما شاء الله، يعني كده تكفي عيلة ويبقى منها. شيلنا كده قطع الكباب، ونبدأ برضو ان احنا نزود كده قطعة من الزبدة، ونبدأ بقى ان احنا نكمل كده كل الكمية بنفس التسوية. تمام. ممكن برضو في الوقت ده نقلل كده النار شوية علشان طبعا القطعة كده تاخد التسوية بتاعتها المظبوطة، وما تحاولش كده ان هي تاخد لون بسرعة، وما تكونش طبعا مستوية من جوه. هيجيلي سؤال دلوقتي، ينفع ان انا افرز مثلا كمية من كباب الفراخ في الفريزر واطلعه وقت التسوية؟ هقولك ينفع وهيكون زي الفل. في علبة او في اطباق فل تبدأ ان انت ترصي واحدة جنب واحدة، وطبعا تغطيها كده بكيس نالون او ستريتش راب وترصي فوقيها، وتطلعيها طبعا وقت ما تحبي.
ودي كل الكمية معايا ما شاء الله. عايزة اقول لكم برضو ان انا فرشت كده تحت الكباب، عندي هنا ربطة بقدونس متقطعة، وعندي بصلاية كبيرة متقطعة جوليان اللي هي حلقات، طماطمتين كده متقطعين برضو حلقات، رشة كمون، رشة فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، وشوية من الملح المظبوط، وكمان معلقتين من الخل الابيض. ودعاكي بقى كل ده مع بعض وفرشيه كده تحت الكفتة او الكباب. حاجة كده ما شاء الله. الكباب هيطلع معاكي طري بزيادة، بيلب كده زي كفتة الحاتي، حاجة كده ما شاء الله، بيلب يعني طري قوي، في طراوة كده عالية، ما هواش مفرول ولا حتى ناشف معاكي. حطي بقى شوية كده من السلطة وطحينة، وكلي اطيب كباب، وبألف هنا وشفا.